السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كده حاجة بتحصل ان كل واحد يشوف فيديو بتاع حد اجنبي وهكذا، او يشوف فيديوهات بره ويجي يقارننا احنا باللي بره. اولا طالما انت بتتفرج على اجنبي يبقى انت مش فاهم حاجة. ليه؟ هما بيعملوا حاجة للتخصص وما بيوركش ايه التخصص اللي بعد كده هيوظفوه. يعني مثلا انا طلعت في فيديو قلت يا جماعه اللي بيعضد الكلب فوطه او بيلعبه بفوطه على اساس ان هو بينمي غريزه الشراسه، هو كده بينمي غريزه العض وبعد كده بتتقلب ضده لانك انت وكلبك صحاب، فبيبتدي بيعرف ان الموضوع ده لعبه، فيبتدي يلعب معاك بنفس الطريقه اللي انت علمتها له. هو كده ربنا قال لك علم الكلب اللعبه اللي انت بتعلمها له هتطلع بالنسبه لك يا خدمه يا حاجه انت هشق بيها. ففي حد بيقول لك على كده الاجانب بقى غلط. غلط يا حبيبي، او انت ما عرفتش الفيديو اللي انت بتتفرج عليه هم بيعملوا ايه. احنا قلنا دي حاجه اسمها بتنشط غريزه العض. اما بعلم الكلب فوطه بنشط غريزه العض. ما فهمتش الفيديو الاجنبي، ما فهمتش فيديو انا، يبقى تقعد ساكت احسن لك. يعني عشان انا لما بقول حاجه ما بجيبهاش كده مقروءه او بشوف فيديو زيك واجي اروح قايل المعلومه. احنا بنشتغل على ارض الواقع، وعايز اقول لك ان احنا عندنا ناس احسن من الاجانب اللي انت بتتفرج عليهم. كونك انت مش شايفهم دي بقى مشكلتك، انت عندك عقده. انما احنا عندنا في مصر ناس عباقره. وعايز اقول لك كمان في ناس من عندنا من الاكاديميات العسكريه راحت علمت على كل اجنبي في اي دوله. لو انت مش متابع طبعا فرق الضباط والحاجات دي كلها، بس انت بعيد عن الحاجات دي كلها لانك انت مش عايز تشوف احنا فين وهم فين. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الفرق اللي بيننا وبينهم امكانيات. واحد اتنين، مفيش واحد زيك فيهم بيخش عليهم ويتكلم معاهم ما فهمهمش وبعد كده يتكلم معاهم على حاجه هو شافها عكس اللي هو شايفه في الفيديو. لما تكون قاعد قدام الفيديو ركز اللي بيحصل. ثق في ابن بلدك. طالما انت مش عارف ابن بلدك امكانياته ايه دور وراه، اساله، اتصل بيه، الحاجات دي كلها. انما انت عندك حاجه نفسيه، عندك حاجه مشكله في ان ابن بلدك هو الضعيف واللي بره ضعيف. لا يا حبيبي، عايز اقول لك ان احنا عندنا في الكلاب احنا بناخد كلاب ضعيفه جدا ذهنيا، ضعيفه جدا في البيهيفير، ضعيفه جدا في كل حاجه، وبنطلع منها حاجات انت ما بتشوفهاش بره. يكفي بس ان اقول لك ان الكلاب اللي موجوده في السوق كلها كلاب مستواها يعتبر الثالث، ولكن في مدربين بتطلعها لمستوى اول. لو انت مش عارف فرق بيننا وبينهم يبقى انت بتتفرج على حاجه انت مش فاهم. هو كمان بعد كده عايز اقول لك انك انت برضو مش فاهم. هو بيصور لك في كلب امكانياته عاليه جدا، امكانياته فظيعه جدا، كلب مطقطق بيقولوا عليه باللغه بتاعتنا، وكمان البيفير بتاعه عالي. واذا كان الفيديو بيوريه لك انت مش فاهم هو عمل لي كده او بيعلم الكلب العض ليه، عايزه ايه استني اما اخلص. انت مش فاهم الفيديو اللي موجود لك ايه او انت ما فهمتش صيغه الفيديو لان انت في ذهنك حاجه تانية نفسيه. اتمنى ان يكون الموضوع دوت يعني ناس فاهماه، محدش يقارن حد في مصر بالاجانب. الاجانب شيء على فكره، والاجانب عايز اقول لك ان هم ما بيكملوش ان الكلب يعض، وما بيحبوش ان الكلب يتعض، وما بيحبوش ان الكلب الغريزه بتاعته تبقى نشطه بتاعه العض. حتى الفوطه اللي انت بتقول عليها ديت ممكن يكون بيأهلوه لحاجه ثانيه انت مش فاهم اذا كنت ترجمت او مش ما ترجمتش. حتى الفيديو اللي انت شفته دوت فيك، هو مجرد ان هو بيوري لك حاجه انت مش فاهمها. احنا على ارض الواقع بنتكلم عن الكلام على ارض الواقع، بجيب الكلام من الكلب ونقوله لك. خبرات اكتر من 20 سنه انت مش هتقدر توصل لها. انت مجرد انك انت بتفتح النت وتشوف الاجانب وتقعد تعلق عليهم وتقول شوفوا الاجانب مش شوفوا الاجانب. لا يا حبيبي، تعالى شوف المصريين اللي فاهمين اللي ربنا ادالهم الموهبه. كابتن عبد الكريم، تدريب الكلاب.